بما ان احنا في رمضان، ففي فيديو النهارده قررت ان انا اكون المسحراتي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. بما ان احنا في رمضان وفي مهنه ما بتظهرش غير في شهر رمضان بس، الا وهي المسحراتي، انا قررت ان انا اجرب اكون مسحراتي. للناس اللي ما تعرفش مين المسحراتي، المسحراتي ده شخص بيعدي بالليل عشان يصحينا نتسحر. ما ينفعش فجاه كده اقرر ان انا اكون مسحراتي، في حاجات لازم استعد لها جامد قوي. اول حاجه، الحاجه اللي هيصحي الناس بيها دي بتبقى آلة موسيقيه، يا اما بتبقى طبله يا اما بتبقى مزمار. انا هختار الطبلة عشان الطبلة اسهل ان انا الاقيها، متوفرة اكتر، وكمان اسهل ان انا اتعلم عليها. المزمار بقى عايزني لسه اتعلم وانفخ فيه، وانا ما بقدرش انفخ بالونة اصلا. خلينا بقى يلا نتعلم ازاي نطبل تطبيلة المسحراتي، اللي هي بتبقى 3 طبلات تقريبا، تن 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 كده. صح كده؟ صح؟ ما اعتقدش ان هي صح. اصحى يا نايم، انا هطبل من غير البتاع دي. اصحى يا نايم، حاسه التطبيله مش صح. اصحى، ايوه هي دي. تن 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 4. اصحى يا نايم. تمام. طب احنا كده خلاص اتعلمنا الطبله، ناقص ايه بقى؟ ان انا مش هفضل ماسكاها كده، انا عايزه احطها في حاجه. يعني انا بشوف المسحراتي بيبقى حاطط الطبله في حاجه، فدي ليها دراع بس دراع صغنن قوي، يعني مش هعرف امسكه كده. انا عايزه حاجه تبقى هنا. انا جبت دول واشوفهم ينفعوا ولا لا. همسكها، انا هطبل باليمين، يبقى هي لازم تبقى كده كده، صح؟ اهي هتبقى كده، واقعد اطبل تن 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 تن. الله، عجبتني قوي كده. المهمة الأولى خلصت، يلا على اللي بعده. تاني حاجة بقى واللي هي مهمة قوي، الجمل اللي هيبدأ يصحي الناس بيها. في كذا جملة لازم أحفظهم. أنا جيت بطبلتي وبكشكولي عشان هطبل وأحفظ الجمل في نفس الوقت. هنا أنا كتبت أشهر الجمل اللي المسحراتية بيقولوها. في واحدة اللي هي اصحى يا نايم، وحد الدايم، رمضان كريم. دي معروفة، أي مسحراتي لازم يقولها وكلنا حافظين المسحراتي بيها، تمام؟ في واحدة تانية ما سمعتهاش خالص قبل كده مسحراتي بيقولها بس عجبتني وحسيت إن أنا عايزة أبقى مسحراتي كرياتيف، اللي هي قوموا لسحركم، جه رمضان يزوركم. حلوة جدا، بس بقى مطلوب مني دلوقتي إن أنا أحفظ الجمل دي والطبلة في نفس الوقت. يعني اصحى يا نايم، وحد الدايم، رمضان كريم. فدي سهله جدا، تمام؟ خلاص انا كده لحنتها وحفظت الطبله معايا. ما انا لازم يبقى صوتي حلو، مش هينفع كده اقول كلام وخلاص، الناس هتتنفر مني، مش هتصحى تتسحر كده. التانيه بقى، قوموا لسحركم، جه رمضان يزوركم. بس التانية لازم احفظها من غير ما ابص على الجمله. قوموا لسحركم، جه رمضان يزوركم، هي سهله. واقعد انده بقى على اسماء ايه الاولاد اللي بيبقوا في البلكونه، يقعدوا يقولوا لي انتهي علينا، فانا هنده عليهم. اصحى يا احمد، اصحى يا محمد، اصحى يا سندس. على ما اعتقد انا كده بقيت جاهزه جدا. يبقى كده المهمه التانية دن. يلا ندخل على التالتة. وتالت حاجه ان انا اكون صوتي عالي، دي حاجه مهمه جدا. طب انا هصحي الناس ازاي؟ كده بدانا ندخل في المهمات الصعبه. الصوت العالي بالنسبه لي حاجه صعبه، انا ممكن اعلي صوتي لفتره صغيره، بعد كده هتلاقوا الاحبال الصوتيه في ذمه الله. ولكن شفت كده شويه تمرينات هبدا اعمل زيها. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى يا نايم. ان شاء الله يبقى كده تمام. يلا بقى خلينا ندخل على اللي بعده. على فكره انا شايفاكم انتوا بتتفرجوا ما بتحطوش لايك وبتعملوش اشتراك في القناه. يا جماعه حطوا لايك عشان تشجعونا نستمر في الفيديوهات واجيب لكم افكار حلوه، وكمان اشتركوا في القناه عشان عيلتنا تكبر قوي. دي نسبه الناس اللي بتتفرج على القناه وما بتشتركش فيها. طب ليه؟ اعملوا اشتراك مش هيحصل حاجه. ويلا نكمل الفيديو. رابع حاجه والاخيره ان انا اكون بسهر. ما انا وظيفتي ان انا بصحي الناس تتسحر. المهمات كل شويه عماله تصعب، دي اصعب مهمه بالنسبه لي لاني ما بعرفش اسهر خالص خالص خالص. بصحى بدري وبنام بدري، بس قررت ان انا هنام شويه لحد ميعاد السحور، وقبل الميعاد بشويه هصحى والبس واستنى المسحراتي. اول ما تيجي هنزل عشان اتعلم منها واشتغل معاها. فدلوقتي هنام وبعد شويه هبقى اصحى ونشوف بقى هيحصل ايه. اعتقد انا كده جاهزه ان انا اكون مسحراتي. يلا يا احمد يلا هنزل الحقها بسرعه. يلا وانا وراكم. يلا
عايزين نلحقها يا جماعه عشان ايه تعلمني ازاي اسحر الناس. يلا بسرعه بسرعه. سحورك يا ادم. اصحى يا نايم. وحد الدايم. رمضان كريم يا محمد يا صالح. يا رب تنجح وتجيب مجموع حلو. اصحى يا نايم. رمضان كريم. اهو قول يا محمد يا مالك. يا محمد يا مالك. اسمك ايه؟ ويا مليكة. يا زينب قول يا حاج عصام. يا حاج عصام. ايوه اصحى يا نايم. ما هو صاحي، هو يصحى تاني يعمل ايه؟ اصحى الصبح يا عم عصام. صحرت. كل سنه وانت طيب يا عم عصام، سنه طيبين. يا احمد يا عيد. ما انا اهو. انا سكوتيلا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. شكرا شكرا حققت حلمي اخيرا. شكراً. الحمد لله. ايه بقى اسحرك؟ انت بتسحري الناس وانا انت ما تسحرتيش. اسمك ايه؟ حاجه دلال. سحورك يا حاجه دلال. اصحي تسحري. اصحى يا نايم بقى. رمضان كريم. اصحي يا سوسو. انت صاحيه انا شايفاك اهو. انفع؟ شغليني معاك. خديها معاكي لو كده. خديها معاكي لو كده. تعالي والله خلاص انا ليك شغل يا جماعه. لا حاجه ايه؟ ايه؟ لا للاسف بنام بدري. انت ساعتين، خدي الساعتين اللي بدري وهي تاخد بعد كده الساعتين اللي متاخر. انت من 12 لواحده وانا من واحده لاثنين. بالظبط كده. ايوه. بس السؤال اللي دايما كان بيراودني، هل المسحراتي بيلحق يتسحر؟ طبعا اكيد. ست الكل بتبقى مثلا تشوفني جايه تديني زبديايه. عم حسن يديني سندوتش طعميه. زي ما حبايبك بسحركم كتير. انتوا بتسحروني. حبايبك كتير يا باشا. زي ما انا بسحركم انتوا بتسحروني. على فكرة مهنة المسحراتي صعبة جدا، كفاية ان هو اصلا بيلف الشوارع بالليل ويقعد يصحي الناس تتسحر، وهي مهنة زي ما قلت لكم مرة في السنة او شهر في السنة. فالمسحراتي ده شيء جميل جدا جدا. في ناس سواقت صورة المسحراتي، بس انا كانت مهمتي ورسالتي ان انا اوصل صورة المسحراتي حلو، اللي هو بيبسط الاطفال وبيسعدهم وبيحاول بقدر الامكان ينبسط في وسطهم عشان هم يتبسطوا. قوم يا محمد يا صالح بقى. يا محمد يا صالح. يا صالح يا صالح يا صالح يا صالح. ما تصحى يا ابني بقى. يا صالح. وسحورك يا اماني. وسحورك يا محمد يا صالح. وسحورك يا عم صالح. الله. طب واحنا وسحورك يا احمد يا عيد. شكرا شكرا. الله. وسحورك يا فاطمه. وسحورك يا زوزو. تمام. شاطر جدع. وسحورك يا ادم. وسحورك يا محمد يا صالح. عايشة النومة. وسحر حبايبك كمان. انا مبسوطه جدا من التجربه دي حاجه كان من زمان جدا نفسي اجربها من وانا صغيره، والحمد لله قدرت اجربها معاكم. بعد ما خلصنا بقى التجربه تعالوا اقول لكم شويه معلومات سريعه كده عن المسحراتي. والي مصر اسحاق بن عقبه هو اول شخص بدا يلف على البيوت عشان يصحي الناس تتسحر، وبعدها في عهد الدوله الفاطميه كانت جنود الجيش هي المتوليه الامر ده، وبعد كده بداوا يكلفوا شخص هو اللي يلف على البيوت ويخبط على بيبان البيوت بعصايه عشان تصحي الناس تتسحر، ومن هنا ظهرت مهنة المسحراتي. قولوا لنا بقى انتوا في بلادكم في مسحراتي ولا لا؟ ولو عندكم اسمه برضو مسحراتي ولا اسمه بيختلف؟ وبس كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك جامد قوي وكومنتات حلوة كتير زيكم، وكمان تشتركوا في القناة وتكتبوا لنا كومنتات عايزين نجرب شغلانة ايه المرة الجاية. وكمان ما تنسوش تعملوا فولو على التيك توك والانستجرام. انا محتاجاكم في الانستجرام جدا عشان الفيديو الجاي انتوا اللي هتعملوه مش انا، فروحوا اعملوا فولو على الانستجرام عشان هتلاقوني منزله ستوري بسالكم حاجات في الفيديو اللي جاي انتوا اللي هتعملوه زي ما قلت لكم مش انا. وبس كده نشوفكم في فيديو جديد. سلام. غالي علينا زي ضيعني